هلو، إيه الاخبار؟ النهارده هعمل لكم لاب سامبل جدا، مفيش اي تعقيدات يعني. اول حاجه هنبتدي بيها البرايمر بروفيشنال من بنفيت. هنحطه على الاماكن اللي فيها مسام. بعدين هستخدم لوريال انسوليبل مع ميك اب فوريفر العادي مش الالترا. وهكتب لكم الارقام على الديسكريبشن. تمام، هاخد بس شوية من الفاونديشنز الاتنين وهخلطهم مع بعض عشان يدوني الكفر واللون اللي انا طالباه. هجيب فرشة بتاعت فاونديشن واوزعها على وشي اكيد يعني. فرشة ماك رقمها 187 تقريبا. بعدين هروح موزعة الفاونديشن كله عشان يبقى متساوي كله مع بعض. انا بحب الفرشة دي، بتدي شكل ناترال للفاونديشن. بعدين هجيب كونسيلر اسمه برو كونسيل من الايجر. اسم الدرجة كريمي بيج. وهحطه as a highlighter يعني كأنه في اماكن الاضاءة اللي انا عايزة اخلي الاماكن دي اللي تنور يعني في وشي. بعدين هجيب فرشة الفاونديشن اللي هي من ريل تكنيك وهوزع بيها الكونسيلر وهدمجه مع الفاونديشن علشان ما يبقى يعني الاتنين لون واحد. بعدين اجيب كونتور اللي هو كونتور كيت من انستازيا وهحط اللون الاصفر تحت عيني، هثبت الكونسيلر. بعدين هجيب لون غامق وهعمل بيه الكونتورينج على عظمة الخد او تحت عظمة الخد معنى اصح. زي ما قلت لكم اللوك بسيط جدا، مش محتاج اي يعني حاجات ان تبقى بروفيشنال يعني. اي حاجة ممكن تقضوها وممكن تعملوا نفس اللوك بالظبط، ما تلتزموش باللي انا بستخدمه. بعدين هجيب الفرشة صغيرة وهعمل كونتور الانف. بعدين هجيب فرشة كبيرة واوزع كله مع بعض. بعدين هجيب نفس اللون اللي انا ثبت بيه الكونسيلر، ثبت بيه فوق جفني واعيد على تحت عيني. بعدين هنتقل للعين. هستخدم من نفس الباليت بتاعة الكونتور لون على بني شوية وهعمله كلون انتقالي للعين. بعدين هجيب لون بني محمر بفرشة بديليوم 776 حاجة كده. وهروح حاطه تحت اللون اللي انا عملته اللي هو اللون الانتقالي، هحطه تحته على طول وهطلع بيه لبره علشان يسحب لي عيني لبره. اللي يعمل الحركة دي اللي عينيهم مدورة او ناعسة يعني. بعدين هجيب لون بني غامق وهحطه تحت اللون اللي هو بني محمر بس على الطرف.
عشان يعمل لي شكل السحبة. بعدين هجيب فرشة فلاك كبيرة وادمج اللي هو الاطراف. بعدين هجيب لون على الشيمر واحطه على الجسم المتحرك. وهحط نفس اللون على مدمع العين. بعدين هجيب ايلاينر بالبورة وهرسم ايلاينر. استعملت رموش من كيسز وهستخدم ماسكارا جولدن روز الذهبي. هجيب نفس الباليت بتاعت مورف واحط لون شوية فاتح افتح واحطه هاي تاني عند مدمع العين وهحطه تحت الحاجب. سوري من دفال اسمها بوتيلو واحط عند الاماكن اللي انا عايزة اعمل لها اضاءة لوشي. بحب البرونزر ده قوي، بيديني شكل برونزر مع هايلايتر. بعدين هجيب اي ليب لاينر عندكم، اي واحد يقضي الواجب يعني. انا بستخدم اللي هو من جولدن روز لون نود وبس كده. هو ده اللوك، ده اول لوك. بعدين هغير اللوك تشوفوه في الفيديو الجاي. هعمل لوك تاني بس هغير الحمرة، يعني هغير بس الروج. هخلي نفس اللوك يعني اللي انا حطاه بس هغير الروج. فانا حطيت ده وهوريكم برضو لوك اللي هو بالحمرة تبقى حمرة. تمام. فانا هجيب يا اما ويكد اللي هو من لاين كرايم يا اما من جولدن روز اللي هو رقمه 05. تمام. فيا ده يا ده، فانا شكلي هحط ده لان انا دايما بحط ويكد، فهحط ده وهحطه على الليبستيك اللي انا حطاه عادي يعني. استنى لما يجي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واللوك عجبكم، وان شاء الله يا رب يكون الكواليتي بتاعت الفيديو النهارده تمام. فان شاء الله هيبقى من هنا ورايح الفيديو هيبقى بالكواليتي دي واحسن كمان ان شاء الله. قريب جدا هيبقى احسن واحسن. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هو سامبل جدا اللوك يعني مفيهوش شغل كتير، بس انا قلت علشان نبسط الامور يعني مره تقيل ومره يبقى خفيف وبس. ثانك يو سو ماتش، وبليز متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب لماي شانل ولقناتي علشان في ناس تزعل. فبليز تعملوش بليز اعملوا لي متابعة على القناة بتاعتي اسمها نهال شلبي بالعربي. اي قناة تانية عاملين باسمي هيبقى مش قناتي. انا قناتي مكتوب فيها عليها بالعربي. للاسف انا معرفتش اغير الاسم، حاولت كتير جدا بس مش راضيين يغيروا لي الاسم غير بالعربي يعني. ف اي قناة تانية هتبقى مش بتاعتي تمام. اي افكار جديدة حاولوا تكتبوا لي على الكومنتس اللي هي تحت الفيديو على طول. والبنات اللي ما يعرفوش ايه هو السبسكرايب او ايه هو المتابعة، في تحت كل فيديو بتاعي او بتاع اي حد
مكتوب علامة حمراء، في علامة حمراء كده تحت اي فيديو، دوسوا بس عليها، هي دي السبسكرايب، يعني بس تدوسوا عليها كليك. تمام، و ثانك يو.